السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ شايفين قالب الزبدة ده زبدة فلاحي طبعا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي بقى زبدة انا عاملاها في البيت، وطبعا ما حبيتش اخبي عليكم واعرفكم عشان خاطر تستفيدوا زي ما انا استفدت، وكمان تدعوا لي دعوة حلوة كده بظهر الغيب. انا عملت الزبدة الفلاحي البلدي دي، والله 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 كمان ريحتها وطعمها زبدة فلاحي زي اللي بنشتريها من بره من الأرياف من البلاد بتاعت الفلاحين. أنا عملتها وحبيت أقول لكم على الطريقة، طريقتها سهلة وجميلة ومش هتكلفك كتير، وهتعملي بقى القالب ده يعني هو كيلو. طبعا انتوا عارفين ان الزبدة البلدي الفلاحي غالية ومش يعني مش في متناول الجميع، وفي ناس كتير يا عيني ما بتقدرش تشتريها. فاحنا هنيجي دلوقتي ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبدة الفلاحي، ومش هتكلفنا كتير، هما كوباية لبن وكوباية زبدة وكوباية زيت، التلاتة بنفس الكوباية. وكمان أنا كنت ضايفة في كوباية اللبن دي بتاع يعني ربع كوباية قشطة كنت مجمعة من وش اللبن. فهوريكم دلوقتي الطريقة أسهل مما يمكن، وهتعملي أحلى زبدة فلاحي في البيت. طبعا في الخلاط أو الكبة هنحط كوباية اللبن، ونضيف عليها كمان كوباية السمنة. هاتي أي سمنة رخيصة مش مشكلة من اللي هي بتتباع بره، هاتي يعني ايه هي قد كوباية كده، نفس الكوباية اللي انت بتعيري بيها تمليها سمنة من اللي هي بتتباع بره، أرخص سمنة مش مشكلة تكون غالية. وهنضيفها على كوباية اللبن في الخلاط أو في الكبة اللي عندك المتناول عندك تعملي فيه. طبعا نضربهم مع بعض، نفضل نضرب لغاية ما تتقل معانا. وهنضيف طبعا القشطة، لو عندك قشطة زيادة ضيفي برضه بتخلي طعم الزبدة فلاحي فلاحي. بس للأمانة متفضلش تضربي اللي في الخلاط كتير عشان خلاط الموتور ما يبص، لأن مش هنعمل حاجة ونبوظ حاجة تاني. هنفضل نضرب وقت ونفصل، يعني نريح الخلاط. هنشغل حبة ونفصل حبة لغاية ما الزبدة تتقل معانا. وزي ما انتوا شايفين كده انا هشغل عليهم حبة حلوين وافصل، وارجع اشغل تاني وافصل اهو. نفضل مشغلين الخلاط عليها لغاية ما نحس ان الزبدة اندمجت مع اللبن. هنيجي بقى لكوباية الزيت وهنضيفها سرسوب سرسوب من الخلاط من فوق. زي ما انتوا شايفين انا ضفتها وتقلت معايا ازاي الزبدة اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، هي مبتاخدش وقت وموفرة، وكمان هتطلع زبدة فلاحي زي اللي بتشتريها من بره. طبعا انا كنت محضرة ازاز التلج والمية بتاعت التلج برضو حطيتها في الصينية، جبت صينية يعني فاضية وحطيت فيها مية بتلج، وحطيت كمان ازازة التلج، وفضيت كل اللي في الخلاط في الكيس ده وربطته. طبعا هي مش هتجمد هنا، يعني دي مش المرحلة اللي هي تجمد فيها. والأمانة كمان أنا حطيت معلقة خل عشان خاطر إيه يربط السمنة معايا، ويفصل اللبن ويربط السمنة معايا. طبعا أنا جبت كيس وجبت علبة فاضية وهفضي فيها الزبدة اللي احنا عملناها، لأن هي مش هتجمد إلا لما نحطها في التلاجة. هنحطها في الفريزر لغاية الصبح، يعني هي 6 ساعات. هفضي بقى كل اللي في الكيس اهو. فضينا بقى كل اللي في الكيس في قلب العلبة الفاضية، بس احنا طبعا كنا حاطين كيس تلاجة فاتحينه عشان خاطر الزبدة ما تلزقش في العلبة، عشان تديكوا النتيجة اللي شفتها في أول الفيديو. طبعا احنا بنشتري زبدة من بره ساعات بنلاقيها مغشوشة حاطين فيها بطاطس، مش ضامنين هي جاية منين أو معمولة ازاي. دي بقى انت هتعمليها والله مش هتشتري من بره أبدا، وهتشوفي طعمها وريحتها عاملة ازاي. طبعا في ناس بتضيف من عند العطار ريحة السمنة، دي بتتباع امبول كده عند العطار تضيف، لكن انا ما ضفتهاش والله، بس اللي عايز يضيفها يضيفها، لان هي طلعت معايا نفس ريحه الزبده الفلاحي ونفس طعمها. طبعا انا خلاص كده فضيت الكيس في قلب العلبه، وهغطي كده من فوق واربط بالكيس فوق الغطا. يعني انا هوريكم دلوقتي هربط اهو بالكيس فوق الغطا من فوق، وهحطها في التلاجة لمدة 6 ساعات او مثلا سيبها لتاني يوم. اديني كده ربطتها وده تاني يوم طبعا اهو. انا كده طلعتها من التلاجة وهفتحها معاكم، وانا طبعا وريتها لكم في اول الفيديو. وممكن تقطعيها مكعبات كده عشان تاخدي زي ما انت عايزه، اعملي بيها بيض، حطيها على وش المحشي، اعملي بيها اي حاجه انت عايزه تعمليها بيها، اعملي كيكات، كل حاجه هتقدري تعملي بيها. سمنه جميله ومضمونه، يعني
أحلى زبدة هتاكليها وهتجربي بنفسك. وطبعا كمان لأن هي بتطلع كمية كبيرة، القالب ده يجي كيلو، هتشتري غالي من بره تبقى انت وفرتي وعملتيهم ب3 كوبايات بس. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالب الزبدة عامل ازاي، انت لما تعمليه هتشمي ريحته. وانا طبعا انا مورياكي الملمس اهوت، يعني انت شايفه الزبده عامله ازاي سايحه وجميله وعامله ازاي، احلى من بتاعه مره 100 مره. طبعا هتتعودي انت تعمليها في البيت على طول ومش هتشتري من بره، وتعرفي مصدرها ايه لان انت اللي عاملاها، وكمان تكوني جايبه لبن. وكمان انت لازم تكوني شاريه اللبن بخيره، يعني اللبن من زريبه او من حد فلاحين يعني، عشان يديكي النتيجه كويسه للزبده بتاعتكم. وانا بقى عايزه منك لايك وشير، تفعلي زر الجرس وتشتركي في القناه، ده دعم ليا. هو مش هيكلفك حاجه لكن بيبسطني وبيعلي القناه، يخلي اي حد يشوف الفيديو ويستفيد منه. وبالله عليكم تعملي لايك وشير وكومنت حلو كده منك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين كده ما شاء الله.